هنا بهذا المخيم القرآني يجتمع هؤلاء الطلبة وكلهم سعي لحفظ ما تيسر من كتاب الله، مستفيدين من تجربة جمعية النهضة بالقرآن ورصيدها في تنظيم هذه النشاطات. التحقت بمخيم النهضة بالقرآن من ولاية كيكدا كشيخ الإشراف على تحفيظ وتلقين أبنائنا، وهذا واجب علينا اتجاه قرآن واتجاه ديننا. وتمكنت بهذا حفظ حزب ونصف، ونشكر المشايخ الذين لقنونا كتاب الله. المخيم يجمع 100 طالب موزعين على فوجين مخصصين للذكور والإناث، كل على حدة. مخيم ينقسم إلى وحدتين، وحدة الأخوة ووحدة الأخوات، منفصلين تماما، بمشاركة قرابة 100 طالب من كل نواحي هذه الولاية وأيضا من الولايات المجاورة. عديد حافظة كتاب الله وجدوا في هذا المخيم فرصة لمراجعة حفظهم والتفرغ لتلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل. أنا طالب من ولاية قالمة حافظ لكتاب الله. شاركت في مخيم النهضة بالقرآن لولاية بسا من أجل التثبيت والمراجعة. مبادرات مباركة لتحفيظ كتاب الله وتدبر ما جاء في آيات الذكر الحكيم وشغل الأوقات بما ينفع في شهر القرآن، مصداقا لقول الحق تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.